قصص بتحصل أحياناً، قصص كأنها خارج حدود المنطق والعقل، قصص عن بطولة مش عادية أبداً بتتولد من قلب لحظات اليأس. النهاردة هنحكي ملحمة حقيقية وثقتها زائرة سعودية بعينيها في شوارع القاهرة، قصة عن رجل واحد بس قرر يواجه الموت بيقين، يقين ما يهتزش. بالكلمتين دول بدأت المعركة. تخيلوا، دي كلمات مش ممكن تطلع من طبيب أعلن حالة وفاة. لا، دي كلمات بطل رافض تماماً يعترف بالهزيمة. ومن هنا بدأت تتكشف فصول اللي حصل في اليوم ده. خلونا نتخيل المشهد. إحنا في شارع في مدينة نصر بالقاهرة في آخر يوم في السنة، وفجأة الهدوء ده بتكسر بصوت صرخة. سيدة في عز شبابها وقعت على الأرض فجأة قدام عيون زوجها وبنتها الصغيرة اللي مش فاهمين أي حاجة. الأحداث تسارعت بشكل مرعب. ابن السيدة السعودية اللي كانت بتوثق القصة وهو نفسه طبيب جرى بسرعة عشان يحاول ينقذها، بس للأسف بعد كام دقيقة بس، دقايق حسها كأنها دهر، التفت وقال بصوت كله يأس: خلاص السيدة توفت، النبض صفر. تخيلوا الموقف، ده كان قرار طبي نهائي، حكم بالموت. في اللحظة دي بالذات ساد صمت رهيب. الأب انهار تماماً، وبنته الصغيرة ماسكة في هدوم مامتها وبتصرخ ماما ماما بصرخة تقطع القلب. الشارع كله تحول لمسرح من الصدمة والحزن، كل شيء انتهى. لكن فجأة ومن وسط اليأس ده كله، الزحمة انشقت وظهر هو الأسد، زي ما وصفته الراوية. شاب ملامحه كلها صرامة ونظرته حادة وثابتة بشكل عجيب. ظهوره ما كانش مجرد ظهور شخص عادي، لأ، ده كان قرار بالمواجهة. الطبيب الشاب صرخ في وشفه وهو مش مستوعب. من وجهة نظر الطب اللي بيحصل ده عبث، لكن الراجل ده كأنه مش سامعه أصلاً. كان في صراع واضح قدام الكل، العلم والطب بيقولوا كلمة والإصرار الإنساني بيقول كلمة تانية خالص. بدل ما يرد على الطبيب، البطل بص للطفلة اللي بتعيط ولأبوها المنهار، وكأن نظرته بتقسم لهم قسم مستحيل. قالها بصوت كله ثقة: والله لن تعودي لبيتك يتيمة هذه الليلة. ده ما كانش مجرد كلام، ده كان عهد بيقطعه على نفسه قدام الموت. وهنا بقى بدأت الملحمة الحقيقية. نزل البطل على ركبته وبدأ عملية إنعاش قلبي رئوي بقوة وإصرار محدش يصدقهم. دي ما كانتش مجرد حركات ميكانيكية، دي كانت معركة حقيقية. كان بيضخ فيها روحه مع كل ضغطة، العرق كان بيتصبب منه وعينيه متركزة على صدر السيدة. الجهد الجبار ده استمر لمدة 10 دقايق كاملة. متخيلين؟ 10 دقايق من الضغط المتواصل، 10 دقايق من القتال ضد ساعة الزمن اللي أعلنت وقوفها خلاص، 10 دقايق من رفض الاستسلام لليأس اللي سيطر على كل الناس اللي واقفة. وفي اللحظة اللي الكل خلاص فقد فيها أي أمل، حصل اللي مفيش عقل يستوعبه. السيدة أخدت نفس، الشهقة رجعت الروح للشارع كله، والنبض رجع. المكان كله تهز بصوت الله أكبر، والطفلة الصغيرة اترمت في حضن البطل، والزوج دموعه نزلت، بس المرة دي دموع فرح. عربية الإسعاف وصلت بعدها بكام دقيقة، والبطل اللي كان بينهج ومش قادر ياخد نفسه من التعب وجههم بكل احترافية: الحالة نبضها لسه راجع حالا، حطوا الأكسجين فوراً. وبعدها وقع على الأرض من كتر المجهود اللي بذله. هنا بقى الطبيب الشاب قرب منه وهو لسه مصدوم، وسأله السؤال اللي كان على لسان كل الناس: أنت مين؟ إزاي عندك اليقين ده كله؟ أنت مسعف ولا طبيب طوارئ؟ شوفوا المقارنة دي، اللي حصل ما كانش مجرد إجراء طبي وخلاص. لما العلم أعلن النهاية، اليقين الإنساني أصر إنه يكتب بداية جديدة. الجهد المستميت ده قدر يتحدى نتيجة كانت تبدو خلاص حتمية وما فيهاش كلام. الرد جاب ابتسامة فيها شموخ وتواضع في نفس الوقت: لا يا فندم، أنا مش مسعف ولا طبيب، أنا وليد ناصر من كوادر طوارئ مستشفى الكهرباء. المعلومة دي بالذات خلت اللي عمله شيء استثنائي أكتر وأكتر. وبعدين بص للطبيب الشاب وقال له جملة نزلت على كل اللي واقفين زي الصاعقة. قال له: يا دكتور، قبل ما تعلن وفاة إنسان لازم تكون عملت كل اللي تقدر عليه بأمانة. دي ما كانتش مجرد نصيحة عابرة، لأ، ده كان درس عميق جدا في معنى المسؤولية الإنسانية. اللي شافته الراوية السعودية في اليوم ده ما كانش مجرد حادثة في شارع، لا،
دي كانت رسالة حية، رسالة عن قوة الروح البشرية لما بتتسلح باليقين والإصرار ممكن تعمل إيه. هو ده السر، هو ده المحرك الحقيقي ورا المعجزة دي، اليقين. وليد ناصر ما كانش عنده مجرد أمل، لا، هو كان عنده يقين ثابت زي الجبل إن مجهوده هيغير الواقع، حتى لما كل الأدلة كانت بتقول العكس تماماً. القصة دي في الحقيقة هي تحية مؤسسة بتخرج رجالة زي وليد، وشهادة على المعدن الأصيل للمصريين. والأهم هي تذكير لينا كلنا إن البطولة مش في الأفلام الخارقة وبس، البطولة الحقيقية هي قرار بياخدوا ناس عادية جداً في لحظات مش عادية أبداً. في النهاية اللي عمله وليد ناصر أكبر بكتير من مجرد إنقاذ روح واحدة، هو رجع لينا كلنا الإيمان بقوة الإرادة والخير. زي ما قالت الراوية، هو أحيا نفساً، بس في الحقيقة فكأنما أحيا الناس جميعاً. وده يخلينا نسأل، يا ترى إيه هو اليقين اللي ممكن يغير عالمنا النهاردة؟